واحد من أقوى العسكريين في تاريخ المغرب، أحد أبطال القوات المسلحة الملكية في حرب الصحراء، العسكري الذي أزعج المخابرات الفرنسية في ملف الصحراء المغربية، وأزعج أيضا النخبة الفاسية التجارية والأمنية وقلقهم بزاف. الرجل الذي كان إلى جانب الحسن الثاني في انقلاب الصخيرات وانقلاب أوفقير، وقام بتصفية أوفقير، لكن نهاية هذا العسكري مؤلمة ومؤسفة، ولغز حير المغاربة من نهار تم التصفية ديال هذا العسكري. إنه أحمد دليمي، أقرب عسكري للملك حسن الثاني، أحد أبطال حرب الصحراء المغربية، وكان أبرز المتهمين باغتيال بن بركة. بكل شجاعة الرجل سلم راسه للقضاء الفرنسي اللي اتهمه، والقضاء نفسه قام بتبرئة أحمد دليمي من تهمة قتل بن بركة. أحمد دليمي كان من ضمن المسؤولين العسكريين اللي كانوا حاضرين إلى جانب الحسن الثاني في انقلاب ديال الصخيرات، انقلاب اللي كان بقيادة كل من مذبوح وعبابو. بل إن أحمد دليمي قام بدور بطولي في حماية الحسن الثاني الله يرحمه من هذا الانقلاب، وكان أيضا من ضمن المفاوضين مع الانقلابيين. ومن الصدفة أيضا أن أحمد دليمي كان في القدر ديالو أنه يكون مع الحسن الثاني في الانقلاب ديال الطائرة، الانقلاب اللي قادو أوفقير. فاطمة أوفقير في الكتاب ديالها كتقول بأن أحمد دليمي هو اللي صفاها الأوفقير. بعد ما مات أوفقير نتيجة الخيانة ديالو للعرش والملك الحسن الثاني، غادي يكون الموت ديالو فرصة ذهبية لدليمي، لأنه بعد ما قتل أوفقير غادي يصبح هو الرجل الثاني في المغرب. مع مرور الوقت غادي يسيطر أحمد دليمي على جهاز المخابرات العسكرية والمدنية، لعب دور كبير في التصنت على قادة الأحزاب المغربية في ظل الهجوم الشيوعي السوفياتي. كانت عملية التصنت تهدف إلى حماية الملك والملكية من خطر الانقلابات اللي كانت كتقودها الحركات الشيوعية، وكانت منتشرة في هذيك الفترة في مجموعة ديال الأقطار العربية اللي كانت متأثرة بزاف بالأفكار ديال ستالين وغيره. كان أيضا عنده دور مهم في تسيير المسيرة الخضراء، من وراها غادي يخوض معارك قوية ضد ميليشيات البوليزاريو الجزائرية. ولأن هذه الميليشيات ديال الكابرانات كانت كتهاجم القوات المسلحة الملكية عن طريق حرب العصابات، غير تصدى ليهم، كون مجموعة ديال المجموعات العسكرية باش يقضي على هذه المرتزقة. ولأنه كان عسكريا ذكيا وحكيما وقويا وشجاعا، تمكن من قيادة هذه المجموعات، والاختيار ديالو لهذه المجموعات ما كانش بطريقة اعتباطية، وهكا غيتمكن من أنه يسلخ البوليزاريو مزيان في مجموعة ديال المواجهات، وغيسطر دليمي ورفقة الجنود ديال القوات المسلحة الملكية ملاحم وبطولات كبيرة، وسلخوا مزيان المرتزقة ديال الجزائر اللي كانوا مدعومين من كوبا ومصر وليبيا، وطبعا برعاية كابرانات. بفضل شجاعة الجنود والضباط والمسؤولين العسكريين في القوات المسلحة الملكية، وبفضل التوجيهات ديال الحسن الثاني رحمه الله، واللي كان دليمي ضمن هذه المجموعة، بل كان من القادة المهمين، تمكنوا من سحق وطحن هؤلاء الأوغاد. ولأن دليمي قدر أنه يفرض الوجود ديالو عن طريق الإنجازات اللي حقق أثناء قيادة هذه المجموعات العسكرية باش سلخوا هذيك المرتزقة ديال البوليزاريو الجزائرية، غادي يكلفوا الملك بالدفاع وحماية الصحراء المغربية، فأصبح قائد المنطقة الجنوبية. لكن للقدر رأي آخر في مسار دليمي. بعد مدة قليلة من تعيين أحمد دليمي قائدا للمنطقة الصحراء عام 83، ترجل هذا العسكري من على حصانه ومات بطريقة
تعتبر من أكبر الألغاز في تاريخ المغرب الحديث. مات الدليمي قاهر البوليزاريو ورفيق الحسن الثاني في انقلاب الصخيرات وانقلاب أوفقير. توفي في حادثة سير، لكن في الحقيقة هناك لغز لتلك الحادثة. كاينين 3 ديال الروايات اللي كتفسر هذه الحادثة. كتقول الأولى بأن الدليمي أثناء ذهابه إلى الفيلا ديالو بمدينة مراكش دخلت فيه شاحنة كاميو كانت جاية بسرعة جنونية جدا، ولهذا مات الدليمي. لكن هناك رواية أخرى تقول بأن هناك من خطط ونفذ لعملية اغتيال الدليمي، ويقف خلف هذا التخطيط وهذه المؤامرة بعض الرجال ديال الأعمال ووزراء وتجار من فاس، لأن الدليمي كشف الفساد ديالهم بصفته رئيس ديال المخابرات. عرف بأن هؤلاء المجموعة هربوا حوالي 500 مليون يورو. هذه المعلومة غادي يوصلها أحمد دليمي إلى الملك، اللي قام بالضغط على هذه المجموعة ديال رجال الأعمال والوزراء والتجار، وآمرهم بإرجاع 500 مليون يورو إلى خزينة المملكة. زيد عليها أن الحسن الثاني تم إرسال بعض العناصر من هذه المجموعة إلى السجن. وفي الحقيقة أن الدليمي منذ الصغر ديالو عنده واحد العقدة مع النخبة البرجوازية الفاسية. منذ كان تلميذا كيقرأ مع أبناء البرجوازية في ثانوية مولاي يوسف زمن الحماية الفرنسية. ولأن الدليمي ينتمي إلى طبقة الفقراء، وكان محظوظا أنه يقرأ في ثانوية راقية مع أبناء البرجوازية، ولكن كان يمشي إلى هذه الثانوية بملابس رخيصة، ورغم ذلك قدر أنه يكون من ضمن الأوائل المتفوقين في هذه الثانوية. ولأنه من أبناء الفقراء كونت عنده عقدة تجاه هذه النخبة اللي غتكون جزء من الشخصية ديالو، وهذه العقدة غتحول لحقد اللي غادي تخلق ليه مشاكل وأزمات مع النخبة الأمنية الفاسية. يزيد عليها أنه كان كيشوف أن ملف الصحراء المغربية هو المسؤول عليه، وما كيتسوقش شي واحد في هذه القضية من غير الملك. وهذا الموقف هو غادي يجبد عليه الصداع ديال المخابرات الفرنسية. هنا غادي تحالف المخابرات الفرنسية مع النخبة الفاسية في الأمن والاقتصاد وغيرها، وغادي يقرروا أنهم يوضعوا خطة تصفية واغتيال أحمد دليمي. قتلوه في السيارة ديالو بالرصاص والقنابل، قتلوه في السيارة ديالو، السيارة اللي كانت مضادة للرصاص، فاضطروا أنهم يستعملوا قنابل. خرج دليمي من السيارة ديالو باش يدافع على راسو، وهنا تم اغتياله لأنه تقاد له القرطاس في المسدس ديالو. هذه هي الرواية اللي رواها هشام الدليمي، هو ابن الأخ ديال أحمد دليمي. هذا الأخ اللي دفع الثمن بعد وفاة أحمد دليمي، والسبب أن البصري انتقم منه. بعد وفاة دليمي الحسن الثاني مشى بنفسه وبسرعة وقام بواجب العزاء عند عائلة دليمي. ولكن كاين رواية أخرى كتقول بأن دليمي ولا إنسان مغرور ومتكبر لدرجة أنه ما بقاش كيرد على الملك ملي كيتصل به، ولا إنسان متغطرس متجبر. كيقولوا أنه شي مرات اتصل به الحسن الثاني ورفض دليمي أنه يجاوب على الاتصال ديال الملك، والسبب اللي خلى دليمي يرفض هو أنه كان مقصر مع الشيخات وما مساليش. هاد السلوك ما غاديش يعجب رجال الدولة المقربين من الملك، شافوا أن دليمي ما احترمش الملك وكيقلل من اللحية، فاتخذوا قرار أنهم يصفيوا عليه. رواية أخرى تقول أيضا أن دليمي بدا كيخطط للانقلاب على الملك، وصورته المخابرات الفرنسية مع المعارضة المغربية، وهذه المعلومة وصلت الحسن الثاني. لكن هذه الرواية هناك من يقول بأنها مجرد تخربيق، لأن دليمي ما يمكنش يدير انقلاب الحسن الثاني، لأنه كان أقرب واحد ليه كيدخل عنده بالسلاح ديالو. وزيد عليها أن الحسن الثاني بقى في الحال وتأثر بزاف بالموت ديال دليمي ومشى عزا فيه.
لغز موت أقوى رجل عسكري في تاريخ المغرب ما زال لغزا، مازال لغز ما عندوش شي تفسير واضح ومنطقي يتفق عليه الجميع كرواية، رواية اللي تكون كافية لتوضيح عملية الاغتيال. لكن اللي كنعرفو متأكدين منه تاريخيا أن أحمد دليمي أحد أبطال القوات المسلحة الملكية المغربية اللي دافع بكل قوة وشجاعة على الصحراء المغربية وعلى الملك حسن الثاني خلال انقلاب الصخيرات وانقلاب الطائرة. للقصة بقية، تلاقاو فيديو جاي، ما تنساش لايك واشتراك.